اخر الاستاذ نادر بكار المتحدث باسم حزب النور. مساء الخير استاذ نادر. استاذ نادر. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. قول لنا رايك ايه وتعليقك ايه على قرار اللجنه العامه للانتخابات؟ ما هو القرار على اكثر من شخصيه، حضرتك عايز على مين بالظبط؟ عايزين نسمع على خيرت الشاطر، على صلاح ابو اسماعيل، على عمر سليمان. لا هو نجم الليله بلا منازع اللي هو عمر سليمان. طبعا انا اعتقد طبعا. ان الافراح هتعم المحروسه، ولا انتوا مش معايا؟ طيب يا سيدي، يبقى احنا كده يعني ايه، في توفير كلام كتير بس لسه هنتكلم فيه، يعني في طريق طويل جدا اختصرته اللجنه بس. يا ريت اسمع الافراح والليالي الملاح بقى من القاهره اليوم الليله دي. لا ان شاء الله ان شاء الله. ده احنا هنجيب سجات لسه. طب وموضوع الشيخ حازم الاول بس اللي هو عمر سليمان، اعتقد ان هو يعني هو ستر ربنا ليس اكثر من ذلك، ان البلاد جنبت ويلات حقيقيه بخروج اللواء من حلبة السباق، لان الامر كان هيبقى غير مقبول نهائيا الفكره نفسها يعني. دي واحده. انا بتفق معاك. لا الفكره مرفوضه طبعا، لان هي يعني لا تحتاج لنقاش، لان لم يكن عمر سليمان بمثابه القلب للنظام السابق اللي هتف الشعب باسقاطه، يبقى ما كانش فيه نظام اصلا. وبرضه جنب البلاد موضوع الجمعه القادمه والجمعه اللي حصلت امبارح، يعني شيء بفضل الله ستر من ربنا يعني. وعلى فكره برضه اعتقد ان الامر برضه يعني عشان خلينا نبقى محايدين، يحسب للمجلس العسكري، لان كثير من الناس اعتقدت وكان في علامات استفهام حقيقيه على العلاقه ما بين الثنائي المجلس العسكري. يحسب له ازاي؟ هل تعتقد ان المجلس العسكري له تاثير على اللجنه العليا للانتخابات؟ لا بس لو كان عايز بالعكس. طبعا. ايوه ان هو الموضوع يا استاذ نادر احنا اصحاب من زمان، وانا افهمك وانت كده على الهوا طاير. بس قبل كده ما عرفتش تاخد مني حاجه يا استاذ عمرو. ولا عمري هاخد منك حاجه. الله المستعان. طيب ده اللي هو عمر سليمان. انما طبعا الشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر، انا مش عايز اعلق سلبا او ايجابا، لكن عايز ابص بس على نص الكوب المملوء، ان قد يكون ده في مصلحه الوطن، من ناحيه ان كده السباق بيحتدم ما بين 3 أو 4 مرشحين بسهوله بقى شديده. ممكن نتكلم عن مبادره وطنيه بالظبط بدون حديه، يعني بدون بقى ان يبقى فيه حد متعصب قوي لحد. تمام. طيب. لحشد الناس. انتوا دلوقتي احنا قاعدين مستنيين حزب النور هيرشح مين؟ بقالنا مده طويله. بس بالله عليك مش احسن موقف يعني. انا عايز ان انت ما ترشحش حد خالص. لا ان احنا نأجل قرارنا لغايه غلق باب الطاعون بسبب المفاجآت اللي حضرتك بتسمعها بعد كل هو ده كان عايز صبر كبير يعني بصراحه. انتوا قلتوا لغايه غلق باب الترشيح، دلوقتي كده فوجئنا بقى ان في طاعون وما الى ذلك. لا احنا كنا عارفين من قانون اللجنه ننتظر لغايه غلق باب الطاعون. واعتقد ده موقف يحمد لنا. تحملنا الضغط، تحملنا اللي عايز يجبرنا على قرار بعينه علشان نجنب البلاد برضو يعني مشاكل ضخمه. اعتقد ان دلوقتي السباق محتدم بين 3 أو 4، سهل ان احنا نجمع القوى الاسلاميه والوطنيه والثوريه حول مرشح حقيقي يمكن الاعتماد عليه. طب سؤالي بلاش تقولوا لي هترشحوا مين يا استاذ نادر؟ بلاش. بعد ما صفصفت على 3 4، وهي انا في تقديري انها صفصفت على 2 أو 3 بالكتير، هل ممكن حزب النور يرشح حد مش اسلامي؟ انا ما بقولش مش مسلم، انا بقول مش اسلامي. لا الامر ده محسوم بالنسبه الينا، لن نرشح الا مرشحا اسلاميا. يبقى انا عرفت المرشح بتاعك خلاص. بس خلاص. انا اذا كان انا ما اعرفوش. لا ما هو اصله خلاص هو يعني عاد ايه؟ ما هو انا خلاص كده فهمت. بالظبط. يعني احنا مش هنستبق الاحداث، خلينا نقول ان احنا برضو النور. طب قول لنا امتى بالظبط بقى، يعني امتى حزب النور هيعلن مرشحه او دعم مرشح؟ حزب النور وافق على مبادره تضم كل القوى الاسلاميه. اعتقد ان دلوقتي بقى سهل ان احنا نسوق لهذه المبادره بشكل اكبر وطنيا. كان حزب النور وافق على المبادره الاسلاميه اللي بتقتضي ان ما حدش من القوى الاسلاميه يعلن من هو مرشحه الا بالاتفاق، يعني بحيث ان الناس كلها تتوحد على مرشح واحد. الان بقول لحضرتك سهل ان احنا نسوقها كمان وطنيا ونحشد كل القوى الثوريه. انا عايز بس اقول لك حاجه يا استاذ نادر، في خبر جه دلوقتي جايز بس يزعلك شويه. طلع خبر بيقول، وده بيقوله الاستاذ نور فرحات الفقيه الدستوري،
بيقول ان عمر سليمان هو المرشح الوحيد المستبعد لاسباب اجرائيه، ويجوز قبول اوراقه اذا جمع توكيلاته خلال 48 ساعه. والله احنا القدره الخارقه ليه ان شاء الله؟ لا ليه ان شاء الله؟ يعني القدره الخارقه اللي لقيناها للواء عمر سليمان انه يعرف يجمع 120,000 توكيل في يوم. لا هم 47,000. طيب 47,000 في يوم واحد تجعلنا نقول ان الامر ده يعني برضه هيعيد فتح باب الشر من جديد، لكن لا اعتقد ان هي الارهاصات دي اقوى من ان هي تنحى جانبا، واعتقد ان هو خرج فعليا من السباق. هل تتوقع حدوث اي ردود افعال عنيفه زي ما البعض بيتوقع، او بعض التهديدات اللي اجت من انصار بعض المرشحين على الفيسبوك او على الانترنت او على تويتر؟ هل انت متوقع يحصل اي مشاكل بسبب قرار اللجنه؟ سيدي الفاضل، احنا ضد خيار الفوضى شكلا وموضوعا من اي فصيل ومن اي انصار لاي مرشح، لنا خاصه وبنقول للجميع اخواننا البلد يعني غلبوا مصلحه الوطن، غلب حبك لدينك وحبك لوطنك، حبك لشخص بعينه. والله موقف محترم جدا يا فندم، يعني بشكرك كلها. انا بقول الكلام ده لكل انصار اي مرشح، ارجوكم نقبل اياديكم، خلوا حب الوطن هو اللي قدام، حتى لو انتوا غبنتوا، حتى لو غبنتوا، خلي مصلحه الوطن اللي هيحترق خليها هي الاولى، وخلي كل المصالح تاتي بعدها. نحي نفسك جانبا وخلي الوطن هو اللي نصب عينيك. بنعمل محاولات جديه الان ليأد اي فتنه ممكن تحدث، لاقناع الناس، لاثنائهم عن اي عمل همجي، عمل غير محسوب، ويا رب يسر ويسهل ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ نادر بكار، دايما بنبقى سعداء بوجودك معنا، شكرا ليك. بالظبط معنا.